ازيكم عاملين ايه؟ ناس كتيرة جدا طلبت فيديو عن اسعار الاكل الحلال هنا في امريكا، وبالذات عشان يقارنوها بالاسعار بتاعة الاكل اللي احنا نزلناها الفيديو الاولاني اللي هو من السوبر ماركت اللي هو اسمه وول مارت. فان شاء الله في الفيديو دوت هندخل السوبر ماركت هنا في الحتة اللي انا قاعد فيها، اسمه سارة. طبعا كل اللي عنده جوه كله اكل حلال، يعني فراخ ولحمة وكل حاجة عبارة عن اكل حلال، بحيث ان احنا نبص ونشوف الاسعار. وبرضه ده للناس اللي هي حابة ان هي تعمل مقارنة ما بين الاسعار في السوبر ماركت مثلا عربي، والاسعار مثلا زي حاجه زي وول مارت. وبرضو هوديكوا برضو زي مخبز، هم من فلسطين بيعملوا عيش اللي هو البلدي، بحيث برضو الناس برضو تشوف ان هنا في امريكا كل حاجه موجوده حرفيا. لو انت عايز تجيب اي حاجه موجوده، كله موجود هنا. مش يعني مش هتلاقي تعب ولا مشكله ان انت تلاقي حاجه انت كنت مثلا بتاكلها في بلدك او حاجه زي كده، كل حاجه موجوده هنا. وفي اخر الفيديو ان شاء الله هتكلم، هرد على كام سؤال كده من الاسئله اللي الناس سالوها في الفيديو الاولاني عن المرتبات وحاجات كده معينه. فلو كده يلا بينا نبدا. طيب هنا اول حاجه هنبدا بيها وهي برضو منتجات الالبان. زي ما انتم شايفين هنا اللبن ده اللي هو الجالون عامل في حدود 6 دولار، والتاني ده كان عامل في حدود 5 دولار. وهنا ده البيض 18 بيضة عامل في حدود 11 دولار، دولت 18 بيضة. انا بس عايز انبه على حاجة، هنا الاسعار غالية في السوبر ماركت دوت عشان هو سوبر ماركت صغير، فالاسعار هتبقى اغلى من الوول مارت. وهنا دوت 12 بيضة 18 بيضة عاملين 6 دولار. بس هل البيض ده موجود في السوبر ماركت بتاع الوول مارت؟ اه موجود وبسعر ارخص. بس دوت زي ما انا ما قلت عشان هو ستور صغير فبيبقى الاسعار فيه اغلى. طيب ده كان بالنسبة هنا دوت للزبادي. العلبة ديت عاملة 5 دولار. والعلبة دي برضو عاملة 5 دولار، يعني سعر الزبادي الكبير دوت عامل في حدود 5 دولار. ادي ديت الجبنة، زي ما احنا شايفين انواع جبن كتير جدا. انا صراحة ما اعرفش كل الانواع ديت لان فيها حاجات لها علاقة بدول عربية مختلفة. طيب ودوت برضو انواع جبن عادية، دي الجرينلاند ب4 دولار اللي هي العلبة الكبيرة ديت. وادي جبنة تاني عاملة زي الكبيرة برضو 7 دولار. زي ما انتم شايفين الاسعار كلها قدامكم عشان محدش يقول ان انا مخبي الاسعار او اي حاجة. طيب ودوت اسعار الجبن دي كان بالنسبه، اما دي الجبنه اللي هي الكيري فيها 6 قطع عامله 4 دولار ونص، ودوت اللي هي فيها 24 قطعة عامله 16 دولار. وادي الجبنه النستو عامله 5 دولار، ودي برضه عامله 5 دولار. طيب ده هنا اللي هو الاكل الفروزن او اللي هو المجمد، دي بسله 400 جرام عامله 3 دولار. وادي دوت حاجة عاملة زي شوربة خضار بسلة وجزر عاملة برضو في حدود 3 دولار. وادي دوت قلقاس برضو اللي هو المجمد عامل في حدود 3 دولار ونص وحجمه 400 جرام. وفي انواع تانية او في حاجات تانية يعني كبالنسبة للخضار اللي هو المجمد، وده عيش. مش عارف الصراحة ده الأنواع، وده كل حاجات بتاعت الخضار موجودة. أنا الصراحة ما ركزتش على الأسعار فيها لأن في حاجات كتيرة جدا في الخضار. بس تقدر تشوف الخضار أو الأسعار بتاعته من 2 دولار ل 3 دولار. لو هتجيب مثلا كيلو ال 2 دولار دول هيبقى 4 دولار. بس أنا بوريكم إن كل حاجة موجودة، يعني زي ما أنت مش شايف عنب وبسلة ودوت بتنجان وادي كوسة يعني كل أنواع الخضار موجودة، وادي بتنجان تاني، ودوت ليمون. وادي الافوكادو. وادي دوت الليمون اللي هو الاصفر. وادي دوت خيار، الخيار عامل 2 دولار للباوند، يعني الكيلو عامل في حدود 4 دولار. وادي القوطة الكيلو عامل في حدود 3 دولار. وادي البصل الكيلو هتلاقيه عامل في حدود 2 دولار، هو معمول عليه 1 باوند أو 1 دولار للباوند. وادي ده البطاطس عاملة 4 دولار لل2 كيلو ونص. وادي دوت الزيت، زي ما انت شايف انواع الزيوت كتيره جدا. هنا اغلبيه الزيوت اللي بيستخدموها اللي هو الزيت الزيتون. فانا صورت زيت الزيتون، العلبه الكبيره او الازازه الكبيره دي عامله في حدود 34 دولار. وادي ده الزيت اللي هو العادي اللي بيتباع في مصر
ده $7 عامل في حدود $8. وادي دوت عامل في حدود $6. وادي اللي تحتيه دوت برضو في حدود $6 هو كمان. وادي الفول عامل $2. وادي ده فول مصري برضو سعره برضو في حدود قول $2. يعني الفول هتلاقيه في حدود اللي هو $2. دي أغلبية أسعار الفول برضو. طيب هنا نيجي على المكرونات. مكرونة هنا عاملة قول $2 برضو $2. طبعا في أنواع كتيرة جدا مختلفة، بس أنا بديك الرينج بتاعها في حدود $2. وديت اللي هو الشعرية عاملة برضو قول ممكن نقول $3 مثلا. الشعرية وفي أنواع منها كتير جدا. طيب وده رز مصري فاخر، عامل في حدود 5 كيلو. ال5 كيلو دولت عاملين في حدود السعر بتاعها $16. 5 كيلو رز فاخر مصري. وادي ده اللي هو الرز البسمتي برضو عامل في حدود $15. ده برضو 5 كيلو، يعني داخله في حدود 5 كيلو الرز اللي هو البسمتي. في انواع منها كتيرة مختلفة او شركات مختلفة باين، انا صراحة ما بفهمش فيهم قوي يعني، بس نفس الاسعار برضو. ودي اللي هي النوتيلا، العلبة الصغيرة عشان حد عايز نوتيلا ب$4، والعلبة الكبيرة $8، يعني ممكن تقضيها نوتيلا. ولو انت معكش فلوس ممكن تقضيها اندومي ب$4، هتعيش حياتك. وادي هنا الفاكهة التفاح عامل في حدود $2 للباوند، يعني لو هتجيب كيلو الكيلو عامل في حدود $4. الكيلو التفاح عامل في حدود $4. طيب وادي ده كده اللحمة المفرومة او اللي هو الجراوند بيف، يعني ممكن نقول الكيلو او ازيد من الكيلو عامل في حدود $15، مكتوب عليه ذبيحة. ذبيحة دي يعني معناها حلال. وادي ده نوع لحمة تاني بس متقطع بشكل تاني، عامل في حدود نص كيلو في حدود $9. وادي ده اللي هو البوفتيك عامل في حدود نص كيلو عامل في حدود $7. وادي اللحمة اللي هي المكعبات عاملة في أزيد من كيلو عاملة في حدود $9، يعني بتاع حوالي كيلو وربع أو حاجة زي كده. ودي حاجات أنواع تانية. وادي دوت اللي هو الكبدة أزيد من كيلو عاملة $4. حتة الكبدة دي كلها عاملة $4. هنا نيجي على الفراخ، ده اللي هي زي الوراك ازيد من كيلو عامله $5. وفي انواع منها كتير بجلد ومن غير جلد. وادي ديت زي برضو وراك تانية عامله $5 في ازيد من كيلو. $5 $5 ازيد من كيلو. طيب وادي دي فرخة كاملة عاملة في حدود 2 كيلو في حدود $12. وادي ديت زي اللي هي الوراك بتاع حوالي كيلو عاملة $12. وادي ديت برضو في حدود كيلو عاملة في حدود $12 برضو. دلوقتي تعال نبص على العيش. العيش البرد اللي انا قلت لكم عليه ده زي مخبز فلسطيني اسمه رملة، موجود هنا في الولاية اللي انا قاعد فيها. بيبيع انواع عيش كتيرة، عيش بالردة اللي هو البني، والعيش التاني اللي هو بالردة او اللي هو الابيض شوية. طيب ده العيش اللي هو الابيض شوية عامل $2. في كام رغيف؟ في 5 ترغيفة. ده حرفيا يعني زي بيقولك ايه مشبر لسه طالع من الفرن حالا بيعملوه جوه عندهم. ده كل دوت 5 ترغيفة ب$2. طيب دلوقتي احنا شفنا الاسعار. انا مش عايز ان انا اقارن الاسعار ما بين وول مارت وما بين السوبر ماركت اللي انا روحته، لان دي بترجع لكل شخص هو ايه اللي في مقدرته وايه اللي هو يقدر يعمله. بس انتوا عندكم الفيديو الاولاني، وانا برضه هحط الفيديو في الديسكريبشن في الاسعار بتاعت وول مارت، وادي هو الفيديو التاني في الاسعار اللي هو يعتبر من سوبر ماركت عربي. كل الاكل اللي موجود جوه حلال. بس لو انت قلت لي او انت سالتني ايه اللي انا شايفه او وجهة نظري، ان انا اقدر اقول لك بالظبط ان وول مارت الاسعار فيه كبالنسبه مثلا للبيض اللبن الحاجات دي ارخص شويه بالسوبر ماركت مثلا العربي. انما السوبر ماركت العربي لو انت لاحظت هتلاقي مثلا الفراخ واللحوم ارخص من سعر الفراخ واللحوم في السوبر ماركت اللي هو بتاع وول مارت. فدي برضو كلها حاجات ترجع لك. يعني انا عن نفسي لو انت تسالني انا بعمل ايه، انا اقول لك ان انا ممكن اكون بشتري الخضار والحاجات اللي هي مثلا اللي انا اقدر اشتريها ما فيش مشكله او ما فيهاش اي حاجه حرام من السوبر ماركت اللي هو بتاع الوول مارت، بالذات لو هي رخيصه. والحاجات اللي هي زي اللحوم مثلا والفراخ دي بشتريها من السوبر ماركت العربي، بحيث ان انا ما اجيبش حاجات غاليه قوي وفي نفس الوقت اجيب الحاجات اللي انا عايزها من سواء من السوبر ماركت دوت او سواء من السوبر ماركت ده. طيب هجاوب على شويه اسئله اتسالت الفيديو الاولاني والناس كان عندها مشكله فيها. بالذات موضوع اللي هو اللي انا قلت ان انت بتعمل $16 في الساعه، والتوتال كله في الشهر هتعمل مثلا في حدود 2500، وال 2500 هتدفع منهم تاكس وضرايب هتبقى 2300 او 2200. في ناس كتيره بتسال ازاي ازاي $16 في الساعه، ازاي انا عملتهم 2500 في الشهر. بص من الاخر كده، احنا هنا بنشتغل في امريكا في الاسبوع
40 ساعة. ال 40 ساعة دي متقسمة 8 ساعات كل يوم. اي حاجه فوق ال 40 ساعه في الاسبوع بتعتبر ان دوت اوفر تايم، يعني وقت اضافي. الوقت الاضافي بيتحسب ازاي؟ بيتحسب دبل. يعني مثلا سي مثلا انت بتاخد $15 في الساعه في يوم، بدل ما تشتغل 8 ساعات اشتغلت 9 ساعات او اشتغلت مثلا 10 ساعات، الساعه الاضافيه اللي انت اشتغلتها ديت هتتضرب في 2، بدل هيبقى $15 هيبقى $30. فاحنا بنشتغل في الاسبوع 40 ساعه. ال 40 ساعه دي متقسمه 8 ساعات كل يوم على مدار 5 ايام. دي كده اعمل حسبه على كده بقى. شوف بقى انت هتعمل $16 $17 $18، وتقدر ان انت تعمل الحسبه بتاعتك على كده بالظبط. طيب سؤال تاني كان جه وشفت السؤال ده بيتكرر كتير. طيب انا مش عايز اشتغل في وول مارت، انا عايز اشتغل شغلانه نظيفه. انا ما قلتش اي حاجه والله خالص. انا لما انا اديت وول مارت كمثال قلت ان دي اقل شغلانه واي حد ممكن ان هو يشتغلها من غير مؤهلات ومن غير اي حاجه. وقلت حتى في الفيديو انت عندك طموح وعايز تشتغل شغلانه نظيفه هتقدر تعمل كده، بس هتضطر ان انت تجتهد عشان توصل للهدف بتاعك، بس ما فيش اي مشكله تاني. طيب في ناس كتيره جدا هنا بيجوا هنا امريكا وعرب، ودي معروفه جدا. بيشتغلوا ايه؟ بيشتغلوا اوبر. يعني حرفيا بيشتغل اوبر، بيبقى معاه عربيه بتاعته وبيشتغل عليها اوبر هنا مثلا في الولايه اللي انا قاعد فيها هنا في تكساس. اقل حاجه في اليوم بعد ما يحط بنزين وكل حاجه بيطلع له صافي في اليوم، لو هو اشتغل 8 او 9 ساعات، اقل حاجه مش اقل من 120 او $130 في اليوم. انت بقى دي بتاعتك، دي زي ما يقول لك ايه، البيزنس بتاعك الخاص. عايز تشتغل 8 ساعات، عايز تشتغل 10 ساعات، عايز تشتغل 5 ايام، عايز تشتغل 6 ايام، عايز تشتغل الاسبوع كله، دي كلها حاجات كلها بتاعتك انت. بس في الافريج او المتوسط، لو انت اشتغلت هنا اوبر في الولايه اللي انا قاعد فيها مثلا في تكساس صافي، لو انت اشتغلت 8 ساعات صافي، اقل حاجه هتعمل لك بعد ما تدفع البنزين وكل حاجه هتعمل لك في حدود 120 ل $130 في اليوم. فاكيد 120 او $130 تقدر تاكل وتشرب بيهم. ومش عايز اتكلم تاني عن حته تقدر تصرف ايه وتعمل ايه، لان انا اوريدي اتكلمت عن الكلام دوت في الفيديو الاولاني. بس انا زي ما بقول مليون في المية هتقدر تعيش. ولو معاك عيله وانت الفرد الوحيد اللي بتشتغل في اللي هو الفود ستامب، ان الحكومه تقدر تساعدك وتديك اكل ببلاش، ان انت تقدر تاكل لحوم وفراخ من تبع الحكومه. يعني الحكومه هي اللي بتديك كارت. الكارت ده بيبقى فيه مبلغ انت تقدر تصرف المبلغ دوت في الاكل بس. يعني المبلغ اللي موجود بيتصرف اكل بس، ما تقدرش تصرفه اي حاجه تانية غير اكل بس. ففي تسهيلات، في تسهيلات لو انت ما بتعملش فلوس حرفيا وانت الوحيد اللي بتشتغل ومعاك عيله كبيره. بس وده زي ما قلت دي كده تبقى الفيديو. عندكم الفيديو الاولاني بيتكلم عن الاسعار بتاعت وول مارت، وادي الفيديو دوت بيتكلم عن الاسعار للمحلات او المطاعم العربيه. تقدر ان انت تتفرج على الفيديوهين وتقارن الاسعار، ودي حاجه بتاعتك. بس اللي انا عايز اوريه ان الاثنين اوبشنز موجودين، سواء الامريكي او سواء الاكل الحلال، ودي كلها حاجات كلها بقى بتاعتك انت. ودي كده تبقى نهايه الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.